الزوج النرجسي موضوع ناس كتير جدا بتعاني منه في صمت. موضوع بيهدم بيوت من غير ما يبان، وبيكسر نفسية الست واحدة واحدة لحد ما تبقى مجرد ظل ساكتة خالص. وهو التعامل مع الشخص النرجسي أو الزوج النرجسي. يمكن تكوني بتسمعي الكلام ده كتير بس مش عارفة معناه. يمكن تكوني عايشة معاه ومش مدركة إن اللي بيحصل ده اسمه نرجسية. ويمكن تكوني تعبتي من الشرح، من الصراخ، من انك توضحي وتبرري وتدافعي، وفي الاخر انتي اللي بتطلعي غلطانة. اول حاجة لازم تفهميها ان النرجسي مش شخص عادي عنده عيب ومشكلة بسيطة وممكن تتصلح. النرجسي بيبص لنفسه على ان هو محور الكون، هو الصح، هو اللي فاهم، هو الأهم. مش بيشوف نفسه غلط خالص، ومش بيعترف بالغلط أساسا، ومش بيحس بمشاعرك، ودايما شايفك انتي اللي مقصرة، وان انتي اللي محتاجة تبرري وتشرحي وتحملي نفسك فوق طاقتك عشان توصلي له مشاعرك، وهو أصلا مش مهتم إن هو يفهمك. النرجسي بيستخدم أساليب كتير جدا عشان يسيطر عليكي. حابة يكون لطيف جدا ويحسسك إنك أهم واحدة في الدنيا، ومرة واحدة يتحول ويعاقبك، يا إما بالصمت يا إما بالإهانة. شوية يرفعك للسما وبعدين يرميكي في الأرض. وللأسف الدماغ بتتعلق بالدورة دي، لأنك طول الوقت مستنية اللحظة اللي يرجع فيها لطيف، وده اللي بيثبت العلاقة ويخليكي مش قادرة تمشي منها مع إنك بتتوجعي. أكتر حاجة بتحرق النرجسي من جوه إنه يشوفك مستقرة مطمنة قوية أو حتى مبسوطة. نجاحك بيفكروا إن هو في حاجة ناقصة عنده، وعشان كده لازم يكسرك. ولو حاولتي تواجهيه هنا بتبدأ الكارثة، لأنه مش هيسمعك كإنسانة، هيسمع إن كلامك تهديد. ولو قلتيله أنت جرحتني هيقولك أنت حساسة، ولو قلتي أنت غلط هيقولك لا، الغلط ده من عندك أنت. ولو حاولتي تدافعي عن نفسك هيبقى أنت المتهمة، وأنت اللي عاملة مشاكل، وأنت اللي بتكبري الأمور. وعشان كده أنا دايما بقول المواجهة المباشرة مع الزوج النرجسي مش حل، بالعكس بتولع الدنيا أكتر، بتديله وقود يتغذى عليه. كل ما يشوف دموعك وغضبك ودفاعك ووجعك كل ده بالنسبة له انتصار، كل ده بيثبت له إنه مسيطر. وهنا هنحتاج أسلوب تاني، أسلوب نفسي أقوى بكتير من الجدال والكلام، أقوى من المواجهة، وأقوى من أي محاولة إن أنت تصلحيه. الأسلوب ده اسمه الصخرة الرمادية. الصخرة الرمادية معناها إن أنت تكوني محايدة ثابتة، مفيش رد فعل، لا غضب ولا عياط ولا شرح ولا تبرير. هتكوني موجودة بس من غير أي مشاعر، شبه الصخرة بالظبط، موجودة بس مفيش أي تفاعل ومش بتتأثر بأي حاجة. الفكرة مش إنك تتعاملي ببرود، لأ، إن أنتي بتسحبي منه مصدر قوته الوحيد اللي هو إيه؟ انفعالك. الصخرة الرمادية مش سهلة في التطبيق، بتحتاج ضبط نفس، ومحتاجة وعي، ومحتاجة تفهمي إن هدفك مش إن أنتي تقنعيه أو تغيريه. هدفك إنه كل ما يقول كلمة مستفزة ما تديش رد فعل. لما يقلل منك تحمي نفسك وتقوليله تمام فهمت. لما يحاول يفتح نقاش علشان يولع الدنيا تقوليله خلينا نأجل الكلام دلوقتي. ولما يسأل سؤال بيستدرجك بيه هتردي رد قصير بثبات وبهدوء، هتقوليله تمام زي ما تحب، ما عنديش أي تعليق. المفتاح إنك ما تديش أي مادة عاطفية للنرجسي، لا تديله أسرارك ولا تديله مشاعرك ولا تقوليله على خططك اللي جاية. ما تحكيلوش أي حاجة عن حياتك أصلا، ما تشرحيش، ما تدخليش في نقاشات معاه. وحتى لما يغلط اسمعي بس ما تتفاعليش معاه، لأن النرجسي بيعيش ويتنفس من رد فعلك. ولما تحرميه منه بيبدأ يدور على طريقة تانية، وبعدين يهدى، ومع الوقت هيفقد السيطرة اللي كان ماسكها عليكي. لكن خدي بالك، أول ما هتبدأي الصخرة الرمادية غالبا هيتضايق، هيتضغط أكتر وهيحاول يستفزك، لأن دماغه مش فاهمة انت ليه بقيتي هادية.
وهنا مهم جدا ان انت تثبتي، ما ترجعيش للأسلوب القديم، لأنك أول ما هترجعي انت كده قلتيله الطريقة دي ما نفعتش، فهيرجع يضاعف هجومه عليكي أكتر. الصخرة الرمادية مش تغيير ليه، الصخرة بتغيرك انت، بتبني جواكي قوة داخلية بتخليكي تفوقي لنفسك وتعرفي ان جزء كبير من الألم اللي كنت فيه كان بسبب رد فعلك مش بسبب تصرفاته. هتتعلمي تعيشي بره الدراما اللي هو بيخلقها، وهتتعلمي تدي قيمة لنفسك بعيد عنه. وفي نفس الوقت مهم جدا انك تعززي نفسك من جوه، علاقتك بربنا، روتينك، شغلك، علاقاتك الصحية، الناس الداعمين ليكي، كل ده هيساعدك. اكتبي، امشي، خدي وقت مع نفسك، افتحي مساحة آمنة تخرجي فيها مشاعرك بطريقة صح. اعرفي ان وجودك مش مرتبط بقبوله، ولا قيمتك مرتبطة برده. انت ليكي قيمة لان انت انسانة. الزوج النرجسي يمكن ما يتغيرش، يمكن يفضل زي ما هو، لكن انت تقدري تتغيري، تقدري تستعيدي نفسك وقوتك وصوتك. ودلوقتي عندك أداة قوية جدا تحميكي من العنف النفسي اللي مش بيبان بس بيموت من جواكي. افتكري دايما النرجسي مش بيسمع عشان يفهم، بيسمع علشان يسيطر. والصخرة الرمادية دي حماية نفسية، ولما يبقى سكوتك وعي هيبقى هدوءك قوة، ومحدش هيقدر يكسر إنسانة اكتشفت قيمتها وعرفت حدودها وقررت تحمي نفسها حتى لو اللي قدامها مش مقدر ده.